السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما اتكلم في موضوع احمد فتوح، يا ريت تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة عشان تتابع معانا كل جديد. احمد فتوح في الاهلي ولا مش في الاهلي؟ ايه اللي بيدور دلوقتي وايه اصلا موقف الزمالك من احمد فتوح؟ دلوقتي الزمالك بعد اخر مشاكل عملها احمد فتوح في النادي، وبعد ان هو سحب فلوس من النادي على السن وما راحش المعسكر التدريبي بتاع النادي الزمالك على اساس ان عمه كان تعبان، وطلعت الصور ان هو في الساحل الشمالي وكان مع امام عاشور. طبعا الزمالك خد موقف، وجون ادوارد خد موقف جامد مع اللاعب وطلب تجميد اللاعب لغايه ما المشاكل دي تتحل، وطلب كمان بيع اللاعب. طب ايه اللي دار دلوقتي وايه العروض اللي اتقدمت لاحمد فتوح؟ هو العروض اللي اتقدمت لاحمد فتوح في اخر عروض اتقدمت لاحمد فتوح هم حوالي عرضين، والعرضين من السعوديه، عرض من نادي احد وعرض من نادي الاتفاق. عرض نادي احد ده كانوا طالبين، يعني قدموا العرض بقيمه 500,000 دولار، والزمالك رفض العرض اصلا وطلب الحصول على 2 مليون دولار. وبرضه هم يعني كبروا العرض شويه ووصل ل 600,000 دولار زائد قعد 3 سنوات بقيمة 1.5 مليون دولار سنويا، ولكن الزمالك برضه تمسك بالسعر اللي هو عايز 2 مليون دولار عشان يبيع أصلا أحمد. وهو كانوا عرضوا 600,000 دولار للزمالك، واللاعب هياخد 1.5 مليون دولار سنويا. طبعا الزمالك رفض العرض ده. في عرض تاني من الاتفاق السعودي كانوا طالبين اللاعب ب1.5 مليون، تمام، وكان بيتم دراسته في الزمالك وكده. بس برضه حتى الآن الزمالك مش مدي اي قرارات في احمد فتوح ان هو يتباع ولا لا، لان في كلام كتير بيقول ان احمد فتوح هيروح السعوديه ويطلع من السعوديه على الاهلي. كلام كتير. وكمان اعمل حسابك ان احمد شوبير امبارح طلع قال ان احمد فتوح جاي له عرض من نادي سعودي، وان الاهلي يعتبر خلص في باك شمال، وباك شمال اسم كبير ولعب في منتخب مصر. وبعد كده قال لك ان احمد فتوح جاي له عرض من السعوديه. فالحوار ده مخلي الناس، عارف انت، مدخله الامور في بعضها. طب يا ترى اللاعب اللي الاهلي خلص فيه ولاعب باك شمال ولاعب كبير واسم كبير ولاعب في منتخب مصر، مين يا عم شوبير؟ مين يابا اللاعب اللي انت بتتكلم؟ مين اللاعب اللي انت تقصده؟ الله اعلم، ما نعرفش. هو بص بيرمي لك الكوره في ملعبك وانت بقى مع نفسك استمتع بوقتك. طب اراء كده من داخل الاهلي هم عايزين فتوح ولا لا؟ امام عاشور قال لك انا امنيتي ان هو ينضم لينا، وهتبقى خطوه قويه للاهلي لو اللاعب انضم ليه، لان امام عاشور صاحبه برضه في الاول وفي الاخر. وفي برضو حد تاني طلع يتكلم على احمد فتوح، اللي هو محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق، اكد ان الاهلي لن يفكر في ضم فتوح، مشيرا الى ان سلوكيات اللاعب خارج الملعب لا تتوافق مع ثقافه النادي والجمهور. ووصف موقف الزمالك بالخوف من انتقاله، ولكنه مستبعد حدوثه مطلقا. اللي هو مش مستبعد القصه ان الاهلي يضم احمد فتوح بسبب سلوكياته وبسبب افعاله وبسبب تصرفاته اللي هو بيعملها خارج الملعب. حتى الان الموضوع فيه قلق، مش عارفين الزمالك هيوافق على بيع احمد فتوح ولا لا، ولو باعه هو اكيد هيبيعه لاي دوله خليجيه. الاهلي هل حاطط عينه على احمد فتوح ولا لا؟ دي برضو كلها اجتهادات من صحفيين ومن مذيعين في برامج، كله بيجتهد. بس هو حتى الان الزمالك ما اعلنش اصلا انه هيبيع فتوح او انه خلاص يعني بيفكر ان هو يبيع فتوح. حتى الان الزمالك بيعاقب فتوح، بس هو بنسبه كبيره هو هيلعب مع الزمالك عادي، لان الزمالك ما عندوش باك شمال زي فتوح. ايا كان بقى، هو لاعب سلوكياته وحش، لاعب مش منضبط، هو مش هيعرف يجيب باك شمال دلوقتي زي فتوح. فهو هيستفيد باللاعب. واعمل حسابك ان انت لو بعته هتبيعه ايه؟ يعني هتبيعه الفرقه، الاهلي هيجيبه امتى؟ ممكن بقى الاهلي يشتريه في يناير بقى لو انت بعته ولا حاجه. بس انا بالنسبه لي ما احبش ان اشوف احمد فتوح في الاهلي
عندنا احسن منه كتير، لاعب دماغه اصلا مش مركزه في الكوره، لاعب دماغه بره الكوره خالص. فاحنا بلاها وجع دماغ وبلاها نوش، وهتتحسب علينا صفقه على الفاضي وهيكسفنا، فبلاها اصلا خالص. وهنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه. يا ريت لو عجبك الكلام متنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتتابعنا اول باول. شكرا، سلام.